السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم الدجاج بالزيتون. كيجي محمر فتي من الداخل. اهم حاجه كيجي لذيذ بزاف بواحد الضغميره اللي كتجي خاطره لذيذه، وباسهل طريقه تقدروا تصوبوا الدجاج بالزيتون. ما تنساوش الا عجبتكم هاد لا فيديو تخليوا لي واحد اشتراك ما فيها باس وتعليق. تبعوا معايا الطريقه ديال الوصفه حتى الاخر. غادي ناخذ واحد لوبول، غادي نديرو فيه معلقه صغيره ديال سكينجبير اولا الزنجبيل، الكركم معلقه صغيره كذلك، وغادي نزيدو معلقه صغيره ديال الابزار مع مراش، معلقه صغيره ديال قزبر يابس، ومعلقه صغيره ديال التوابل ديال الدجاج، ومعلقه صغيره ديال السمن، وعندي قزبر مدنوس مع الثومه، وغادي نزيد حامض مصير اللي مقطع ومعاه السيرو ديالو. غادي نزيد كذلك شويه ديال الملح، وغادي نزيد نص كاس ديال الماء اللي غادي نخلط بها هاد التوابل هادو كيف ما كتشوفوا. من بعد ما نخلطهم مزيان ويتجانسوا لينا، غادي ناخذوا الدجاج ديالنا ونبداو نشرملوه على هاد الشكل هذا. عندي هنايا الدجاج ديجا مغسول ليله قبل ومنشف صافي. كنشرملوه مزيان وندخلو فيه يعني ديك الشرموله، وانا خليته واحد ساعه عاد باش طيبته. الا ما كانش عندكم الوقت فطيبوه نيشان، يعني راه كيجي لذيذ بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا خديت هذيك الشرموله اللي بقات لي في هذا في داك لوبول، زدت عليها شويه ديال الماء وزدت على الدجاج. عندي هنايا جوج بصلات كبارين اللي هشيتهم في الهاشواغ. الا كانت عندكم يعني البصله صغيره ديروا حتى 3 صافي. غادي نوزع البصله ديالي فوق الدجاج على هذا الشكل. الطريقه راها جد سهله وبسيطه وكيجي الدجاج ديالكم لذيذ. غادي نزيد كذلك زيت المائده نص كاس صافي، وغادي نخلي الدجاج ديالي يتقلى حتى يطلق ديك البصله الماء ديالها، وغادي نمرق يعني بواحد الكاس حتى الكاس ونص ديال الماء، وغادي نسد عليه ونخليه على عافيه تكون يعني متوسطه، ما تجهدوش عليه العافيه صافي. من بعد ما كيطيب الدجاج ديالي غادي نحطوه في واحد اللاطه، وغادي نجيب الزبده اللي خلطتها مع الفلفله حمراء اولا فابريكا، وغادي ندهن بها الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا. كيعطيه واحد اللون اللي محمر، كيجي الدجاج يعني مذهب ومحمر صافي. غندخلوه الفران يتحمر. من بعد غادي ناخذوا الكبده اللي سلقناها يعني في الماء، اولا تقدروا تقليوها في شي مقله وصافي، وكتضيفوها لديك البصله ديالكم وكتبداو تحركوا في هذيك البصيله حتى كتغمر لكم يعني، وكيولي هذا القوام ديالها خاتر كيف ما كتشوفوا معايا. ضروري ما تبقاو تحركوا فيها حتى يعني تعقاد لكم الضغميره صافي. الدجاج ديالي من بعد ما يعني تحمر غادي نحطو في الطبسيل كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد من فوق منه الضغميره. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها كيجي خاتر، وكتجي اهم حاجه المذاق كيجي لذيذ بزاف، والدجاج كيجي فتي ومن الفوق محمر ومن الداخل كيجي رطب بزاف صافي. غادي نزين بشويه ديال الزيتون اللي درناه في الماء سخون باش كتحيد منه ديك الملوحيه اللي فيه، وغادي نزين بشويه ديال الحامض مصير على هذا الشكل هذا. يعني الطريقه راها جد سهله ومبسطه. ما تنساوش الا عجبتكم لا فيديو تخليوا لي واحد لايك واشتراك في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.